إسرائيل تحت رحمة سماء إيران. وابلا من الصواريخ الإيرانية تملأ سماء إسرائيل. صافرات الإنذار لم تتوقف من بدء الهجوم، ونتنياهو يستغيث بالعمسان، وإيران تقول إن هذه الضربة الأولى فقط وانتظروا القادم. ولو فكرت إسرائيل بالرد سنبدأ بالهجوم البري. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل، لتمتلئ بعد ذلك السماء بعشرات الصواريخ. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن العملية تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش الإيراني. وأظهرت مقاطع مصورة كثيرة انفجارات كبيرة لحظة سقوط الصواريخ الإيرانية في تل أبيب. وقال التلفزيون الإيراني إن الهجوم بالصواريخ الباليستية ضد إسرائيل هو الموجة الأولى فقط، مرجحا أن تكون هناك دفعات أخرى. وأفادت وسائل إعلام عبرية بإطلاق أكثر من 400 صاروخ ومسيرة على إسرائيل، وتحدثت عن إصابات مؤكدة لمبان في تل أبيب. ووثق الفيديو سماع صوت أحدهم وهو يصرخ بصوت عال لحظة سقوط الصاروخ وحدوث انفجار كبير أسفر عن ارتفاع أعمدة الدخان. أتى ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي الثلاثاء اعتراض عدد كبير من الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل، وفق ما أعلن الناطق باسم الجيش، مضيفا أنه تم رصد بعض الأضرار خلال الهجوم. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري: نفذنا عددا كبيرا من عمليات الاعتراض، وقعت بعض الأضرار في الوسط ومناطق أخرى في جنوب البلاد. ووفقا لصحيفة يدعوت أحرنوت، فقد أطلقت إيران ما لا يقل عن 102 صاروخ نحو إسرائيل، في حين أفادت القناة 12 الإسرائيلية إطلاق إيران أكثر من 400 صاروخ. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم الصاروخي على إسرائيل يأتي ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأسبوع الماضي وزعيم حركة حماس إسماعيل هنية في يوليو. وقال في بيان نشرته وكالة فارس للأنباء أنه استهدف قلب إسرائيل ردا على اغتيال إسماعيل هنية ونصر الله وقائد فيلق القدس الإيراني في لبنان عباس نلفروشان، الذي قتل بالغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تزامنا مع نصر الله. وأشادت حركة حماس الفلسطينية الثلاثاء بالهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران نهاية يونيو الماضي. وقالت الحركة في بيان: نبارك عملية إطلاق الصواريخ البطولية التي ينفذها الحرس الثوري في إيران على مناطق واسعة من أراضينا المحتلة ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعوب المنطقة. ونؤكد أن هذا الرد الإيراني المشرف هو رسالة قوية للعدو الصهيوني وحكومته الفاشية على طريق ردعهم وكبح جماح إرهابهم. كما قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: إذا تجرأت إسرائيل على الرد أو ارتكبت المزيد من الأعمال الخبيثة سيكون هناك رد مدمر. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن المرشد الأعلى خامنئي أصدر الأمر بإطلاق الصواريخ على إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء اليوم أن إيران أطلقت وابلا من الصواريخ تجاه إسرائيل، وسادت حالة من الاستنفار الأمني في إسرائيل مع بدء إطلاق الصواريخ. ودوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء البلاد. وما زال الهجوم الإيراني حتى الآن مستمرا على مناطق متفرقة في تل أبيب، وما زال للقصة بقية.